او اخواتنا الحجاج بيفضلوا يا اما المرسيدس او التوسان او النيسان القشقاي. عموما ان اغلى عربيه هناك ما بتعديش مبلغ ال 350 الف جنيه. طبعا العربيه دي بيبقى عليها حظر بيع لمده 5 سنين. طبعا صاحبنا بيجدد العربيه دي لمده 3 سنين، وبيجي دافع السنتين اللي فاضلين دافعهم فلوس للجمرك، طبعا علشان يفك حظر البيع اللي على العربيه. يجي قرار وزير الماليه رقم 334 لسنة 24 ضرب الناس دي كلها في مقتل، تشكيل لجان لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم والتأكد من وجود جوابات لها وإنها تخص صاحبها. يعني دي بقى يا سيدي مكونة من إيه؟ ركز معايا كده، خد عندك جمارك، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الاستثمار والتجارة الداخلية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي. وعايز اقول لك حاجة في النهاية، عزيزي الحاج،